يا صباح الفل والورد والياسمين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل قراقيش. بجد يعني الجو ده والتلج ده ما يحلاش غير بكوبايه شاي كده او نسكافيه او اي حاجه سخنه، ومعاهم قرقشتين كده. خلاص كده انتي فل خالص. معايا كيلو دقيق نزلت عليه باربع معالق سمسم، وثلاث معالق سكر، ومعلقتين نشا، ومعايا كيس خميرة فورية وورقتين فانيليا. تمام. بس كده. وفي الأول حطيت رشة ملح بس، وبقلم المواد الجافة كده مع بعض لحد كلهم ما يختلطوا ببعض كده. وهنزل بقى بالمادة الدهنية اللي هي عبارة عن ايه، يعني حوالي نص كيلو مادة دهنية، 300 جرام سمنة و200 جرام زيت. تمام يا بنات. القراقيش او الكحك ما تستخدميش فيهم زبدة، ولا تستخدمي حتى سمنة لوحدها. شوية الزيت معاهم بيديهم مقرمشة كده، وبجد بتبقى تحفة جدا. تمام. يعني معايا الكيلو دايما بيعادلوا المادة الدهنية نص كيلو. حتى كحك العيد بعمله كده برضو، بحط له نص كيلو سمنة برضو، لاني مش بحبه ناعم قوي. فالكمية دي كده يعني معتمدة بقى لي سنين بصراحة، تحفة جدا. وبعجن بقى بحوالي من كوباية لكوباية ونص مية دافية. حابة تستبدلي المية الدافية بلبن، حليب يعني، تمام ماشي. حابة تحطي مية ولبن زي الفل. بس بجد يعني انا جربتها بالمية برضو جميلة جدا. ماشي يا بنات. وبعجن بقى مش زي ما بعجن بقى العيش والبكاكين وكده، لا بلم بايدي كده. يعني بصوا انا بلم بايدي بس، بتأكد ان العجينة شربت كل المية. وفي نفس الوقت بصوا الملمس في ايدي، بصوا طرية وتحفة ازاي، ولا بتشقق ولا اي حاجة خالص. المقادير اللي قلتلك عليها الكيلو دقيق بجد دي مظبوطة جدا، وجربيها واعتمديها بطريقتي بجد هتعجبك خالص. بصوا انا هحشيه ملبن، انتي حابة تحشي عجوة ماشي، حابة تعمليها سادة ماشي. انا هعمل معاكوا حبة كده وحبة كده، مزودة كمية الملبن شوية لان ولادي بيحبوا الملبن فيها كتير. تمام. هعمل شوية سادة وشوية بملبن بس. ومعايا عليهم معلقتين سمسم، ومعايا معلقتين سمنة برضو مسيحاهم. واعجني بقى كده. اعملي الخطوة دي في الملبن حتى وانتي بتعملي كحك العيد ان شاء الله. اعملي الخطوة دي واتفرجي على الملبن، بجد تحفة. بيبقى سايح كده في قلب الكحكاية او القرقوشة، بجد بيبقى حاجة تانية خالص. تمام. بتاخدي بقى القطعة العجين في ايدك كده، بتدفيها لان الجو دلوقتي يعني ساقعة جدا. بتدفيها كده في ايدك شوية وبتفردي. تمام. بتاخدي الرول كده بتدوريه كده شوية بإيدك، وبعدين بتبططي عليه. بس سهل جدا. طبعا انا عارفة حبايب قلبي شطار وبيعرفوا يعملوا كل حاجة، بس يعني الفيديو بيبقى لاخواتي المبتدئين يعني. تمام. اتشجعي كده وما تقلقيش من اي حاجة. هاتيلك كيلو دقيق، هاتي حتى نص كيلو دقيق، واعملي كده بنفسك حاجتك كده في البيت. لان بجد يا بنات يعني انا هوريكم دلوقتي الكيلو طلع معايا قد ايه. طلع اكتر من 3 كيلو. فاهمين يعني؟ شوفوا احنا بنوفر في البيت ومتأكدين ان حاجتنا بنعملها نظيفة في بيتنا لولادنا ازاي، بدل ما تفضلي تشتري يعني. والله يعني الكيلو او النص كيلو بتجيبيه من الفرن ما بيبقاش فيه حاجة، وبقى غالي جدا تقريبا. مش عارفة بصراحة يعني وصل كام دلوقتي، بس غالي يعني. مش هيوصل خالص يعني زي يعني الحاجات اللي انت جبتيها وعملتيها في البيت، مش هيبقى زي اللي بتشتريه خالص من بره. وضمنتي حاجة كويسة لولادك ونضيف على الأقل يعني. تمام. بس فعملت كده وحشيت دي بقى بالملبن، وعملتها رول برضو كده وبططتها. حابة تقطعي بالقطاعة دي عندك ماشي، مش عندك بالسكينة مفيش مشكلة، احنا مفيش حاجة بتعطلنا. تمام. بس يا حبايبي هرصهم كده بقى في الصينية. في الوقت ده انا كنت مشغلة بقى الفرن جنبي.
دفى المكان بقى رصيت في الصواني كده وهسيبهم يخمروا في قلب الصواني بتاعة الفرن. تمام. ما تنسوش ان احنا حاطين خميرة في العجين، بس ما بسيبهمش يخمروا بعد ما بعجن، لا انا بخمر في قلب الصواني، بسيبهم شوية كده يرتاحوا وبعد كده بشغل الفرن. يعني على نار مش عالية ومش متوسطة، يعني اللي هي معقولة، وبشغل تحت وفوق. يا اما لو فرنك بيشتغل تحت لوحده فوق لوحده بتديها لون من تحت وبترجعي تولعي الشواية تديها برضو لون من فوق، وبيبقى سهلة جدا. بصوا يا بنات الكمية الكيلو طلع لي قد ايه، وبصوا تحفة ومقرمشة وكلها محشية وزي العسل. هسيلك بقى كوباية شاي كده ولا كوباية نسكافيه ولا اي حاجة بتحبي تشربيها، وخديلك قرقشتين كده وبصي يعني اتمزجي. كلنا ستات شطار وبنعرف نعمل كل حاجة، ما تقوليش مكسلة، مش خلاص كده احنا في اجازة، الولاد خلصوا امتحانات وكل شوية عايزين حاجة حلوة بدل ما ينزلوا يشتروا من الشارع، اعملي لهم في البيت كده. مش قادرة اقول لكم على لونها وقرمشتها بصراحة. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك ما تنسينيش بلايك واشتراك وكومنت امر منك كده يشجعني.